أحب أعرفكم بنفسي، أنا الشاعر ضحية. القصيدة بعنوان سابتني بعد ما خنتها يا أسود قلبها. نقول تاني سابتني بعد ما خنتها يا أسود قلبها. بتقولي إني أنا جرحتها، كسرتها، ظلمتها، ضيعتها. والله دي هي اللي ضحكتلي، هزهزتلي، والحياتي لخبطتلي. دي ظروف أجبرتني، والبرفيوم دوختني. مش عارف انت ليه عصبية. ده انا الضحية وانتي بعتي القضية. بحبكم. افهم نفسك هترتاح. في سنة 1990 نزل الفنان القدير حسن الأسمر لهين اتقالوا في الأغنية: بدل الطبيب رحت المية وخدت كل الأدوية، والكل قالوا على جرحي ما خدناهوش في الكلية. وبعد كده راح قالك ايه: كشف الحكيم أصبح عادة، ومن عيادة لعيادة، وكل واحد أروح له يقول قطعت قلبي بزيادة. ايه يا عم الوجع القلب ده يا عم؟ ايه يا عم بطلناها يا عم الشغلانة دي خالص يا عم، بطلناها يا عم. شوفوا حد غيري. لا يا عم، لا. انت متخيل هو شخص حاسس بايه؟ طب تخيل معايا كده حد حاسس الاحساس ده مش بس ال9 دقايق بتوع الاغنيه، تخيل معايا بقى حد حاسس الاحساس ده على طول. دي حاجه مخيفه جدا. النهارده هنتكلم عن ايه هي الفيكتيم ايدنتيتي، ايه السايكولوجي وراها، اعرف اكتشف الموضوع ده في نفسي ازاي، واعمل ايه لو بحس بكده، واعمل ايه لو حد غالي عليا بيحس بكده. في علم النفس هوية الضحية الحمد لله مش مرض نفسي ولا تشخيص، بس هي باترن نفسي. بتحس بيها ازاي؟ بتحس ان الحياة هي اللي بتحصل لك، مش انت اللي بتشارك في تشكيلها. احساس دائم بالعجز او عدم السيطرة. ولازم طبعا نبقى فاهمين ان اي حاجة هنتكلم عليها هي سبيكترم. ممكن تبقى عندك الفيكتيم ايدنتيتي صغيرة جدا جدا، وممكن تبقى كبيرة جدا. وفي نقطة مهمة لازم تبقى واضحة جدا قبل ما نتكلم في اي حاجة، ان الوجع اللي ممكن الانسان حاسه يبقى حقيقي وتقيل جدا. وفي قاعده هنثبتها: المشاعر ما بتتناقش يا جماعه. واحد اتضايق من حاجه يبقى واحد اتضايق من حاجه. بلاش شغل بقى نطلع بكاري جسامه اللي جوانا وفور تشيك بعد العوده للفار. اسمع الموقف اللي انت تعرضت له يا فندم للاسف لا يستحق الزعل. فاحنا مش بنتكلم اتوجعنا ولا لا، احنا بنتكلم على الجزء ما بعد الوجع دوت، احنا بنتعامل معاه ازاي. السايكولوجي بيفرق بين حاجتين: انك تكون ضحيه، يعني انت حصل لك حاجه تروماتايزنج اثرت على حياتك بشكل سلبي، وان حياتك بقت خلاص كلها بتتبلور حوالين الحاجه الكارثه اللي حصلت لك دي، او الحاجه التروماتايزنج اللي حصلت لك دي. وعشان نفهم اكتر، في مصطلح اسمه السيلف سكيما. السيلف سكيما دي هي الاطار اللي احنا بنشوف بيه نفسنا. هويه الضحيه دي بتبقى لما العقل يتنقل من ده حصل لي باست لده انا دلوقتي بريزنت، وده دايما هيحصل فيوتشر. فهي حاجه حصلت لنا في الماضي اصبحت موجوده دلوقتي معايا ومكمله معايا في المستقبل، والكلام ده بيحصل من غير ما ناخد بالنا. طب نكتشف الموضوع ده ازاي؟ الثيرابيست مش بيحبوا يحطوا ليبلز زي فيكتيم ايدنتيتي او فيكتيم منتاليتي او هويه الضحيه، بس بيحبوا يشوفوا باترنز او نمط. ومعانا 3 باترنز هنركز فيهم عشان نعرف نفهم احنا عندنا المشكله دي ولا لا. كوجنيتيف، ايموشنال، بيهيفيورال. 1 باترنز التفكير، ابقى بفكر ان مفيش حاجه بتظبط، الناس دايما بتخذلني، مهما احاول مفيش فايده. الكلام ده بقى ريليتد بالسايكولوجي تحت 3 بنود: اكسترنال لوكس اوف كنترول، وده معناته احساس ان كل حاجه بره ايدك. اوفر جنراليزيشن، بتستخدم كلام زي دايما او ابدا، المشكله دي هتفضل موجوده دايما، عمري ما هعرف اخرج من اللي انا فيه ده ابدا. learned pessimism، وده باختصار هو عم ضياء. دي ليك خبر سعيد جدا، الشركه قررت تطلعك رحله على حسابها نظرا يعني لمجهوداتك. رحله؟ ما انا في رحله وانت في رحله وكلنا في رحله، العمر ما فيش اقصر منه.
اله الا الله. 2 الايموشنال باترن، بتحس دايما بغضب مكبوت، احباط، مراره، احساس انك مش متشاف ولا مفهوم. بيبقى الانسان بجد خايف من الامل، لان في مخي امل يساوي disappointment. 3 البيهيفيرال باترن، بتحكي نفس القصه المؤلمه كتير بس مش بتحاول تاخد اي خطوه، بتطلب سبورت او مساعده بس بترفض الحلول، مستني الناس تفهمك من غير ما تشرح، بتقرب وبعدين تبعد، ودي طبعا بتبان اكتر في الريليشن شيبس. وفي جمله ثيرابيست كتير بيقولوها، الوجع حقيقي بس النمو مخيف. ليه ده بقى بيحصل؟ الفيكتيم ايدنتيتي بتتكون كسرفايفل ادابتيشن، وده مش عيب في الشخصيه، وغالبا بيبقى فيه 4 اسباب. 1 تروما او اهمال عاطفي، لما حد يعيش في تجاهل للمشاعر وهو صغير، بيتعرض لتقليل مستمر، خيانه او هجر. النيرفس سيستم بيتعلم ان الدنيا مش امان، كل واحد يخلي باله من مغاليبه، اي واحد مغاليبه هتروح منه انا ماليش دعوه. فبيبدأ يبني هوية تفهمه ايه اللي بيحصل. 2 learned helplessness، ودي اتكلمنا عليها في حلقة أزمة ربع العمر، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن. مع انك عارف هقولك هم حاجة وانت حاجة. ببساطة بتحاول كتير مفيش نتيجة، فمخي بيتعلم ان هو ما يحاولش اصلا. 3 حماية النيرفس سيستم، بمعنى بحاول اقدر البلاء قبل وقوعه، او المخ حرفيا بيختار البين او الوجع اللي اعرفه احسن من الامان اللي معرفوش. 4 ودي نقطة خطيرة جدا، ايموشنال جين، ممكن من غير ما اقصد، ممكن الهوية دي تجيب لنا تعاطف او سبورت من الناس وتقلل الاكسبكتيشنز بتاعتهم وتقلل توقعاتهم، ممكن بتدينا سبب للفشل. وده مش مانيبيوليشن، ده مخ بيحاول يسرفايف. ليه الهوية دي بتعيش جوانا؟ لانها بتجاوبك على اسئلة زي ليه انا؟ ليه الدنيا جاية عليا؟ من الاخر كده بتديك قصة او دور او معنى. والتخلي عن الايدنتيتي دي ممكن يحسسك انك بتقلل من اللي حصل لك، بتخون ألمك، بتخسر التفسير الوحيد اللي عندك. عشان كده التغيير بيبقى صعب وتقيل. معلومات مش مهم تعرفها، اكتر من 60% لما بيمروا بضغوطات او فشل بيلوموا الحسد او الظروف او الناس، وال40% اللي فاضلين بيلوموا الحظ. لو كان الحظ رجلا يا رونالدو لقتلناه سويا، لو كان الحظ رجلا يا رونالدو لقتلناه سويا. في دراسة اتعملت على السوشيال ميديا لقوا ان التفاعل نسبته بتزيد من 30 ل 40% على بوستات الوجع والشكاوي، وطلع طبعا هاشتاجات زي تروما دامب وصلت لملايين الفيوز. ده مش معناها ان الوجع تمثيل، ده معناها الاهتمام كان ناقص. طيب يا علوم اعمل ايه؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. دي تاني مرة، خلي بالك شم نيول مرات. بجد ورقة وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل. 1 وعي من غير جلد ذات. في مصطلح اسمه ميتا كوجنيشن، يعني تلاحظ افكارك من غير ما تصدق ان انت هي، بدل انا كده تقول لا ده باترن مخي اتعلمه. 2 هنغير الكنترول، بدل ما الموضوع بره ايدي، المشكلة في الناس، الظروف، الدنيا. وتاني الهدف مش انك تلوم نفسك، الهدف ان شاء الله تغيير بسيط خالص، انك ترجع الكنترول لنفسك. وفي علم النفس التحكم مش بيرجع بخطوات كبيرة، لا بيرجع بخطوات صغيرة بس كونسيستنت. 3 هنواجه الافكار دي ب3 اسئله بسيطه. هنستخدم حاجه اسمها الCBT Cognitive Behavioral Therapy. اول لما الاقي الباترنز اللي اتكلمنا عليها من شويه، هسال نفسي 3 اسئله بسيطه احفظهم زي اسمي. هل الفكره دي accurate؟ هل مفيده؟ هل في تفسير تاني؟ مش مطلوب منك تبقى متفائل، مطلوب منك سيكة فليكسابيليتي. اول لما احس ان جسمي مش تمام احاول اهدي الدنيا. الهيلينج بيحتاج تنفس، جراوندنج، احساس بجسمك، روتين متوقع. الاحساس بالامان اللي احنا عايزين نبنيه ده بيبتدي من الجسم مش من المخ. 5 الناريتيف ثيرابي، وده في مصطلح اسمه الناريتيف ايدنتيتي. دي بقى القصه اللي بنفهم بيها نفسنا. الفيكتيم ايدنتيتي بتخلي قصتك محصوره كلها في الشابتر اللي هو الشابتر اللي حصل فيه الوجع اللي انت مريت بيه. فهنحاول بقى ان احنا نغير ان دي حاجه حصلت لي، بس دي مش كل الحكايه. ده بيسمح بالحركة من فيكتيم لسرفايفر لبيلدر، شخص قادر ان هو يبني شباتر تانية في حياته. تمام، طب لو حد غالي عندي عنده الفيكتيم ايدنتيتي، السايكولوجي واضح في الحتة دي. للأسف انت ما تقدرش تصلح هوية حد مكانه، فهنحاول نعمل سبورت من غير ما نثبت الفيكتيم ايدنتيتي. 1 هتحاول تطمن الاحساس مش القصه، بدل ما تقول الدنيا فعلا ضدك وانت فعلا الموضوع بره ارادتك، او انت مثلا مالكش يد في اللي بيحصل لك دوت، وتبقى عامل زي الكورال بتاع حسن الاسمر.
ليه؟ انك تفاليديت الاحساس ده وتقول مثلا دي حاجه فعلا بتوجع، احساسك مفهوم يا ابويا. 2 ابعد عن مثلث الدراما او كاربمان دراما تريانجل، وده بيبقى متكون من 3 اضلاع: الضحيه، الجلاد، والمنقذ. لما تاخد انت دور المنقذ، انت كده من غير ما تقصد بتقوي دور الضحيه مع الشخص اللي انت بتحبه. الدور الصحي في المواقف اللي زي دي ان انت تبقى شاهد بس بتسبورت. Fitness. Yes. Is this camera on? Yeah, we're live. Oh, no, I ain't seen nothing. I ain't seen nothing. Matter of fact, I'm blind in my left eye and 43% blind in my right eye. I don't see much of nothing. Matter of fact, I can't even see you, sir. 3 مهم جدا انك تسأل بدل ما تنصح. اسأل اسئلة زي انت محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج سبورت ولا افكار؟ او ايه حاجة صغيرة في ايدك ممكن تعملها؟ الاسئلة اللي زي دي بترجع للي قدامك احساس بالاختيار AKA كنترول. 4 حدود رحيمة. الباوندريز مش عقاب يا فندم. طب تحط باوندريز ازاي؟ انا مهتم بس مش قادر اعيد نفس النقاش تاني من غير ما ناخد خطوة. عايز اساعدك بس من غير ما ازود وجعك. 5 differentiation of self اللي هي البوين ثيري. تفضل ايموشنلي كونكتد للشخص ده من غير ما تبقى عامل زي الاسفنجه اللي بتمتص الوجع من اللي قدامها. الباوندريز مهمه لانها بتخليك تقدر تحب، تشجع، تسبورت من غير ما تضيع نفسك. وفي الاخر خلاص في لحظه كده بتبقى مش عارف انت تعبان من ايه بالظبط، مش من اللي حصل لك. ممكن تعبان ان انت شايل احساس تقيل، احساس انك اتوجعت كتير، انك استحملت اكتر مما كنت مستعد له، وانك في نص كل ده نسيت نفسك شويه. يمكن حكايه انا الضحيه ما كانتش ضعف، يمكن كانت الطريقه الوحيده اللي عرفت تكمل بيها وانت موجوع ومش مفهوم. يمكن القصه دي حضنتك وهدتك وقت ما الدنيا كانت واقفه، وخدتك من ايدك لما كنت لوحدك. ومش عيب، بس اوقات وانت مكمل تحس ان القصه دي بقت تقيله، مش لانها غلط بس لانها طولت اكتر من اللازم. لو انت بتتفرج دلوقتي وحاسس ان الكلام ده قريب منك، مش مطلوب منك تفهم كل حاجه ولا تغير كل حاجه ولا تبقى اقوى من احساسك. انت مش قصتك، انت مش وجعك ولا اللحظه اللي كسرتك. انت انسان مر بتجربه صعبه وبيحاول يفهم نفسه بعدها. يمكن مش هتعرف تعمل حاجه كبيره النهارده وده طبيعي، بس يمكن تقدر تعمل حاجه صغيره، انك تبطل تلوم نفسك، تبطل تقسو على نفسك، او بس تقول انا تعبت شويه. لو انت بتتفرج وجاه في بالك حد انت بتحبه، حد الوجع ساكن جواه، حد قريب لقلبك، حد انت بتحاول تطمنه بس تحس ان كلامك مش واصل، يمكن لانه تعبان او محتار، يمكن لانه مش عارف يطلب اللي هو محتاجه، خليك عارف ان حبك اتحس حتى لو ما اتقالش، وان وجودك فرق حتى لو ما ظهرش. في ناس ما بتعرفش تعبر بس بتحس، وفي ناس بتسكت بس بتتشاف. مش لازم تعمل حاجة كبيرة، مش لازم تصلح، مش لازم تمسك كل الخيوط. اوقات كفاية ان انت تكون موجود، سامع، صابر، من غير ضغط ولا استعجال. لو حسيت انك تعبت، ده مش معناها ان حبك قل، ده معناها انك انسان. قرب على قد ما تقدر وابعد على قد ما تحتاج، وخليك دايما فاكر القرب الحقيقي مش دايما مسافة، اوقات بيبقى نية. وفي الاخر كلنا بنبني هويات عشان نعرف نعيش، بعضها بيطلع من فرح وبعضها بيطلع من وجع. مش كل الهويات اللي اتبنت من وجع لازم تفضل معانا العمر كله. ممكن يوم نسيبها بهدوء، مش عشان كانت غلط بس عشان احنا كبرنا. يمكن اول خطوة شفا مش ان الوجع يختفي، يمكن اننا نحس ان احنا مش لوحدنا. لو الكلام ده لمس حاجة جواك، انت مش لوحدك، عمرك ما كنت لوحدك. كان معاكو مريض نفسي، بشوفكوا الحلقة الجاية.